سلام يا زينات يا الهضرات يا الغاليات، كيف راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير. توحشتكم يجدكم، توحشتكم بالبزاف. صحة صيامكم، صحة فطوركم، صيامكم في الجنة ان شاء الله. حبوبتي اليوم جيت نشارك معكم وصفات في القمة. وقبل ما نبداو يا حبيباتي ما تنساونيش بهذاك الجيم اللي تشجعني باش نزيد نبارطاجي معكم فيديوهات. راني كل نهار ندير لكم فيديو، والله يا حبوباتي التعب والله الا بزاف. مي والله كي نشوف هذيك التعليقات تاعكم اللي تشجعني والله لا نزيد نواصل. نتمنى يا حبوباتي تدعموني بهذاك الجيم، كما نقولوا فضلا وليس امرا. راح نشارك معكم وصفة كيش محشي، وراح نشارك معكم وصفة المعقودة بكل أسرار النجاح تاعها، كيفاه تجيكم شابة وما تسترتقلكمش وما تخسر لكمش، تجي من أروع ما يكون. وراح نشارك معكم وجبة تاع السحور اللي غادي تخليك طول النهار شبعانه، ما تحسيش كاع بنهارك. بزاف لا يقولوا انا يغلبنا رمضان ولا. اليوم جبت لكم هذه الوصفه، والله يا حبوباتي ما تجوعوا ما تعطشوا ما والو. وغادي نبداو على بركه الله. كما قلت شوفوا دخلت الكوزينه تاعي، كنت المعينات تاعي لميتهم في السحور. كاين سله فيها المعن تاع السحور، والمعن اللي كانوا فيها من قبل كنت رفدتهم، وهذيك السبيه وديك الصوالح كنت موجدتهم قلت باه نحط فيهم. وهنا جيت للكارني تاعي كما العاده نشوف واسمو الوجبه تاعي من ناويه نوجدها هذا النهار، ولا غوصات نتاعها كلشي نوجدو انا مكتوب. ايوا نبدي كما نقولوا نهار على بركه الله. هنايا هادو السوالحات اللي كانوا لازميني. وبعدها رحت سقمت العطاب، عبيت كاع زلايا في الكيسان كامل سولحاتي تا السبية عبيتها، والقرعة تاع الجو والغرابة الحليب عبيتهم. قلت حتى تقرب المغرب ونردهم للكوزينه نعمر فيهم. انا ديما نبدا بلاطاب ديالي باه كي نبقى نوجد العشاء الحاجه اللي نوجدها نحطها فيها. وانا كما تشوفوا درت البطاطا تاعي تغلب باه ندير المعقوده، وجيت نخدم عجينه الكيش ديالنا. عجينه الكيش نحتاج فيها 75 غرام زبده. اذا ما عندكيش الميزان تقدري ديري مغرف ونص تاع زبده طريه، واحد صفر بيضه، وشويه ملح، وشويه خميره تاع الحلوه، ومعلقه كبيره الحليب. هي الحقيقه تاع ما تجيش فيها الحليب، مي انا باش تجيني هشيشه نحب نزيد لها مغرفه الحليب. انا كما راكم تشوفوا نحلوها. انا حليتها على ورق الزبده لخاطر غادي نستعمل ورق الزبده في هذه العجينه، خاطر المول تاعي ما يتنحاش كما نقولوا القاع تاعه، على بها ما تلصقليش وما تعذبنيش كي نجي نحيها تنحالي بكل سهوله. نرفدي هذيك ورق الزبده، استعملتها بهذه الطريقه. مي اللي عندها هذيك المول اللي يتنحى لها القاع تاعه درت العجينه في المول. هنا كما تشوفوا سقمت العجينه تاعي، وبعدها دخلتها للفريجيدان. تقدروا قبل ما تسقموها تدخلوها في الفريجيدان، مي انا نحبها كان نسقمها ونديرها في الفريجيدان تريح عاد ونجبدها. انا كما تشوفوا ربيت البصل تاعي ودرته يتقلى، وبعدها رحت لهذا اللحم كان عندي في الكونجيلاتور، هذا تاع الدجاجه اللي كنت درتها وحطيتها اللي شفت لي درتها في الكونجيلاتور. كنت ناويه على هذا الكيش قلت نستعمله. نتيا الا ما عندكيش هكا اللحم ديالي زايد نورمال تقدري ديري صدر تاع الدجاج، تقدري تعوضيه باي حاجه. انا درت هذاك الدجاج باش ما يروحليش باطل. باه نقول لكم انا ديما ندير اعاده تدوير الاكل باه ما يضيعليش. وفي هاد الغرفيات درت يا حبوباتي بيضه، ومعها هذيك البياض اللي شطنا من الصفار، وزدت لها ياهوت ناتو، وزدت لها مغرف تاع الفرomاج، وخلطتهم غايه الغايه. انا هذا هو الحشو تاعنا. تقدر ديري فيه شامبينيون، تقدر اي حاجه ديري في هذيك الحشو تاعك. وانا درت هذيك خالط كبيته بهذا الشكل، وبقيت نخلط المكونات تاعي. ضفت شويه حليب، اللي يبغي يضيف الحليب يضيف، اللي ما يبغيش ما يضيفش. انا ضفت نص كاس حليب ودرته. انا كما تشوفوا كبيته في هذيك الكيش تاعنا، وبعدها ضفت الفرomاج رابي ودرته يطيب. انا البطاطا تاعي كانت غلات، صفيتها قطرتها غايه الغايه من الماء، بعدها جبتها بديت ندمز فيها وهي سخونه بهذا الشكل. وبعدها جبت شويه قزبر ومعدنوس هذوك اللي عندي مخلطه اللي درت معكم في التحضيرات، ودرت شويه اللي عندها دي طريين تقدر دير دي طريين يجيو ريحتهم عاود زاكيه. حبيباتي المعقوده كل واحد كيف يديرها، مي انا شاركتكم هذه الطريقه نتاعي، طريقه ناجحه مليون بالمئه. جربوها وردوا عليا بالخبر. انا كما راكم تشوفوا درت لها التوابل. درت شويه كمون، شويه فلفل اسود، شويه كركم. تحبي ديري كركم ولا زعفران، انا درت شويه شويه. واللي ما دارش الملح في الاول يقدر يدير دركا.
والحاجه اللي ننصحكم بها ديروا مغرف تاع مايزينا. شوفي الكميه اللي درتي، الا درتي بزاف تقدري ديري 2 3، ولا درتي كميه قليله كما انا درتي مغرف تاع مايزينا. ونضيف مغرف تاع لا شابلو. ننصحكم ديروا مايزينا خير من الفرينه، غادي تجي هذيك المعقوده تاعكم من اروع ما يكون. ضفت لها شويه توابل الشاورما، وضفت مغرف تاع الفرomage وخلطتها بحبه بيض. شوفي انتي خلطت هذيك الحبات البيض ديري النص، اذا احتاجيت عاود زيدي النص الاخر. وخلطتها غايه لغايه وخليتها تريح، وبعدها بديت نشكل فيها. انا كما كتشوفوا دهنت يدي بالزيت وبديت نشكل في هذه الكريات. حبيبتي كي تبداو تشكلوا في هذه المعقوده شكلوها غايه لغايه، عجنوها غايه لغايه بيديكم بهذا الشكل. عاد وبداو تشكلوا باه ما يجوش فيها هذيك التشققات. اذا جاو فيها هذيك التشققات هما اللي غاديين يخسروا لك كي تبداو تقلي، غادي يبقاو يطرطقوا ويخرجوا لك الفتات. انا كما كتشوفوا بديت نشكل فيها بهذا الشكل ونديرها في الفرينه. ننصحكم الزيت اللي تقلوا فيها ما تكثروش، ديروا حد النص تاع المعقوده، ما ديروهاش المعقوده تغطى كامل. وخلوا الزيت تاعكم تكون حاميه بالبزاف، عادوا بداو تقليو باه المعقوده تاعكم ما تخسرش. وكما راكم تشوفوا انا كي راني نقلي المعقوده تاعي راني نستعمل المغرف، ما ننصحكمش بالفرشيطه، لاخاطر الفرشيطه كي تبقاي تقلبي بها هذيك المعقوده تاعك غادي يتلق فيها، ولا غادي هذيك المعقوده كاع تدلك المقله تاعك د الزيت حالتها حاله بالبطاطا. انا كيما راكم تشوفوا كنت نخلي المعقوده تاعي تدي اللون الذهبي من تحتي شويه، وبعدها نقلبها باه ما تنتفخليش وتترتق. عاود كي تطيب لي من تحت غايه لغايه عاد نبدا نقلب فيها ونحمرها على خاطرها. انا كيما تشوفوا الكيش تاعي وجد، حيته ورق الزبده كما تشوفوا. وهذه المعقوده تاعي سكيتها في الزلافه وما سيدوان، كنت زدت لها شويه جلبه وشويه زوديه غليتهم وزدتهم معها، جات من اروع ما يكون. شهيتكم في الجنه. شوفوا المعقوده تاعي حبه ما تخسرتليش، حبه ما صارت لها حتى حاجه. شوفوا جات ما شاء الله. واللي وصلت لهنا ومازال ما دارت لي الجيم نقول لك فضلا وليس امرا، اذا حبيتي نوريني بهذاك الجيم باش الفيديو يتبارطاجا. هذيك الجيم والله ما نخلص عليها لا والو، هي تساعدني باه الفيديو يتبارطاجا لي. فضلا وليس امرا حبيباتي، نتمنى ديروا لي هذاك الجيم. واللي راهي اول مره تشترك نقول لك اشتركي وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد نتاعي. وهنا كما كتشوفوا راني ندير لاطاب تاعي. بقيت نحط السويلحات، الحاجه اللي نوجدها نحطها في لاطاب. شهيتكم في الجنه خياتي. حبوباتي غادي نخليكم مع تعديلات تاع لاطاب تاع الفطور، وبعدها غادي نرجع في اخر الفيديو بوجبه تاع السحور اللي غادي تشد لكم باه ما تجوعوش وباه ما تعطشوش. وجبه من اروع ما يكون. هاد الاكله تصلح للناس اللي يجوعوا بالنهار. دوكا يا حبوباتي غادي نخدموا المحرشه. كاين اللي يقول لها الحرشه، كاين كل واحد كيفاش يقولها، كاين اللي يقول لها نبسسه، كل واحد كيفاه يعيط لها في المنطقه تاعها. الحاجه الاوليه اللي بديت بها درت الزبده تاعي توب، وبعدها جبت هذا القوطي تاع 500 غرام بديت نعبر لكم به السميد تاع المبسه. درت قوطي واحد عمرته كما نقولوا كيلو وحده، عاود الزوجه وعاود الثالثه، كامل معمرين ممسوحين نيشان. هنا كما راكم تشوفوا ضفت مغرف تاع ملح وخلطت هذاك الملح مع ديك السميد غايه لغايه. بعدها بديت نبسس بهذا الكاس تاع الزبده اللي ذوبته. كما راكم تشوفوا نستعملوا كاس تاع زبده باش تجينا هشيشه وطريه. كما راكم تشوفوا بسست هذاك السميد تاعي غايه لغايه بهذا الزبده، وبعدها نضيفوا كاس تاع الزيت كيما هاكم تشوفوا، ونبسو عاود هذاك السميد ديالنا غايه لغايه بهذه الزبده وهذا الزيت. هاد الوصفه يا حبوباتي تاع الام تاعي ربي يرحمها وتعليها تجي من اروع ما يكون هاد المبسه. وهاد الوصفه يا حبوباتي شحال من وحده جربتها ونجحت لها، ما كانش اللي ما تنجح لهمش. وصفه كما نقولوا نيشان بالحساب. انا كما تشوفوا بسست السميد تاعي، بعدها نجيب الماء ونبقى نلم هذاك السميد تاعي بهذا الشكل، نبقى نجمع فيه ما تعجنوش يا حبوباتي.
اذا عجنتوا السميد تاعكم ما غاديش تخرج لكم المبسه تاعكم شابه. انا كما راكم تشوفوا لميتها غايه الغايه بالماء. غادي نشوفوا الشكل النهائي كي نلموها تجي كما نقولوا ملمومه غايه الغايه. بعدها نجيبوا الطاجين تاعنا نديروا فيه شويه سميد، بعدها نديروا فيه المحرشات تاعنا بهذا الشكل. نبداو نسقموها غايه الغايه فوق الطاجين. حبوباتي انا هنا استعملت هاد العبار تاع الطاجين الوسطي، ماشي الكبير وماشي الصغير، تاع الوسطاني. انا كما تشوفوا درت لها فقيره في الوسط باه ما تنتفخليش وتطلع وتخسر باش نفس اللحم يخرج من تماني. وكما راكم تشوفوا هنايا استعملت الغاز الكحل هذا. طيبت عليه كل واحد وفين يحب يطيبها. انا نبغي نطيبها كيما تاع زمان، نطيبها على هاد الغاز الكحل تخرج لي سوا تجي حمراء من ما تجي من الجوانب. لو كان نديرها على تاع الفور تحمر لي في الوسط، مي كي نديرها في هذا تحمر لي كاع في الجوانب. وغادي نشوفوا حبوباتي هنا كما تشوفوا استعملت هذه اللوحه الدائريه باه قلبتها ورجعتها تطيب على جنب الاخر. كيما راكم تشوفوا شوفوا كيفاش جات حمرا، جات ما شاء الله، جات من ما حميمره ماشي حمرت لي في جهه وجهه قعدت لا. بعدها رديتها للطاجين ديالها، زدت الطبلي من تحت. بعد ما طابت لي شوفوا يا حبوباتي كيفاش جات شهيتكم في الجنه. وهنا كما تشوفوا كاع هذيك المحرشه ديالي فتتها، درتها انايا في هاد الصنيوه وفت عليها بهذا المذق. تقدري ديريها في المهرز وتدقيها كل واحد وكيفاه. انا نديرتها في الصنيوه فرفشتها وبعدها جبت هاد لاشوا وبديت نطحن المحرشات تاعي. انا يا حبوباتي كما راكم تشوفوا غادي نخدموا الرفيس ديالنا بعد ما طحنا المحرشات تاعنا غايه الغايه. غادي نديروها رفيس. هنا درت قدر كاس تاع ماء ويكون سخون ونضيفوا عليه مغرفه تاع زبده. واذا عندكم دهان البقره تقدروا ديروه. انا الام تاعي كانت ديرها بالدهان تاع البقره. بعد ما دابت لنا هذيك الزبده مع الماء وغلا وغايه الغايه نضيفوا هذا المحرش تاعنا بهذا الشكل ونبقاو نحركوا فيه ونطيبوه غايه الغايه مع ديك الماء والزبده بهذا الشكل حتى يطيب لنا. هنايا راه وجد الرفيس تاعنا. هذه هي الوجبه اللي انا نسحر بها. وزوج تاعي بكري كان يصحى بالسفه، ونهار دي زوجت كي درت له الرفيس قال لي ما تزيديش ديري لي السفه نوقف ونجوع، لازم ديري لي الرفيس كما نقولوا يشد النهار كومبلي ما يعطش ما والو ويطل كما نقولوا شبعان. وبزاف اللي دايرين باللي الرفيس اللي عطش مي هذا خطا. انا الزوج تاعي منه كان حاسب الرفيس غادي يعطشه. من نهار اللي تحيش ياكل الرفيس قال لي ما طحيت لا نجوع لا نعطش لا والو. انا هذه ملي بديت نصوم ملي كنت صغيره ديما نسحروا بالرفيس، وعمري ولا عطشت وعمري ولا جعت. سبحان الله ملي كنا صغار ما نحسوش كاع برمضان كانه في رمشه عيني يفوت. هنا كما راكم تشوفوا راني نديرها في صحن التقديم. الرفيس باش يجي بنين وكل شيء قدموه مع تاي يجي من اروع ما يكون. بزاف اللي يسحروا به مع تاي، انا تدعنا يسحروا به مع تاي، مي انا ما نقدرش لخاطر يدير لي كما نقولوا الحرق تاعي. ما نخاف في النهار الا يدير لي الحرق، على بها ما نسحرش بتاعي. صح يا بحليب يا بقهوه، مهم حاجه مع الرفيس. هذا هو السحور تاعي. ما ناكل ماكله تاع اللي تشط علينا في العشاء لا والو. هذا هو السحور تاعي انا والزوج تاعي. وان شاء الله يا حبوباتي يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وهاد الوصفات تعجبكم تاع المحرشه. وما تنسونيش بالجام، واللي ما هيش مشترك نقول كي يشتركي وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم الف مرحبا. وما تنسوش تدخلوا قناه الاخت نتاعي قناه بنت بيتي، راهي تشارك معكم روتينات وصفات يوميه شابين بالبزاف. نتمنى تدخلوا عندها وتنوروها وتقولوا لها جيناك من عند الاخت نتاعك بنت الفحله. مرحبا بكم الف مرحبا. نحبكم يا جدكم. اللي يحبوني واللي يعجبهم الفيديو ديروا لي جيم، واللي ما يحبونيش وما يعجبهمش الفيديو حتى نتوما ديروا لي جيم فضلا وليس امرا. ما كاش بغير الجام.